في عام 2025 أصاب العالم فيروس كورونا لم يترك أحد فوق سن 13 سنة. مات الجميع وانهارت الحضارة. كنا نظن أننا آخر الناجون لكننا كنا مخطئين. قصة صراع في النهاية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ احنا هنحكي قصة صراع في النهاية. بس ثانية قبل ما تقلب الفيديو أنا هحكي لك قصة صراع في النهاية بس عمرك ما سمعت زيها. يا صديقي أنا نقلت لك الأحداث من اليابان لمصر، غيرت لك شوية أسماء مع شوية أماكن مع شوية تفاصيل في القصة، بس لسه محافظ على جوهر القصة. بنشوف شوية أطفال بيجروا وبيدخلوا كده مكتب. المكتب دوت اسمه دار الهرم لرعاية الأطفال. خليك يا صديقي مركز في الاسم ده عشان هنحتاجه قدام، بس أنا مش عايز أدوشك بشوية التفاصيل دي. المهم دار الهرم دوت فيه شوية أطفال لما يخش عليهم مصاص دماغ وياخد الأطفال دول ويوديهم لمكان تحت الأرض نقدر نقول عليها مستعمرة لمصاصين الدماء. والمستعمرة دي يا صديقي هي أول مستعمرة موجودة في مصر. هتقولي أنت عرفت منين الكلام ده؟ هقولك هنكتشف قدام أنا عرفت منين. بس ركز معايا دلوقتي. وبنشوفهم هما بياخدوا من الأطفال ده مقابل إن هما يخلوا بالهم منهم. وبنشوف يوسف ومالك وهما الاتنين بيتكلموا. أنا زهقت إن هما بيعاملونا زي المواشي. إحنا إمتى هنفضل تحت سيطرتهم؟ كده بس كده يا يوسف. افرض حد دلوقتي سمع يسمعوا ولا ما يسمعوش، مش فارقة معايا حاجة. وده صديقي كان حوار ما بين يوسف ومالك. طبعا من مجمل الحوار انت فهمت ان يوسف مش طايق المكان اللي فيه وعايز يقتل مصاصين الدماء، ومالك بيحاول يهديه. مالك ده يا صديقي الشخصيه العقل الرزينه اللي انت ممكن تلاقيها او ما تلاقيهاش، يعني على حسب نصيبك يا صديقي. من الاطفال بيرسموا على الارض، اطفال صغيرين، فبيعدي اتنين من مصاصين الدماء وبيدوسوا على ايديهم. يوسف بقى الشبح بتاعنا يطلع عليهم ويقول لهم اعتذروا. انا مش فاهم الواد ده جايب الجرأه دي منين. ماسكين يوسف من قفاه وكانوا هيقتلوه لولا نزلت مين بقى؟ واحد من النبلاء اسمه فريد. حسن الحظ مالك يطلع عارف فريد قايل هو ايه اللي بيحصل هنا. طبعا مصاصين الدماء بيخافوا وبيرجعوا لورا بيقولوا مفيش حاجه يا سيدي. يا فريد رايح ناحيه مالك. ازيك يا مالك عامل ايه؟ الحمد لله كويس. هو في حاجه هنا؟ لا مفيش، شكرا جدا ليك يا جاية فريد. هتجيلي النهارده القصر يا مالك؟ طبعا حضرتك تؤمر. وشوف اذا كان صاحبك دوت عايز يجي برضه ولا لا. اجي فين يا عم؟ مالك رايح ماسك بق يوسف قبل ما يقول اي كلمه، وفريد يروح مطير رقابيهم هما الاثنين بيقولوا ممكن المره الجايه. فريد ماشي يا صديقي، ويوسف ومالك يروحوا واخدين بعضهم وماشيين برضه. يروح يوسف سائل مالك انت تعرف فريد ده منين؟ مالك ردت عليه ويقول له انا بديله دمي مقابل ان هو بيديني شويه خدمات واكل وشرب. انا بستخدم عقلي عشان اعرف اعيش في المجتمع ده. يروح يوسف ردت عليه بكلمه واحده وهي بوكس في وشه. يروح سايب مالك وماشي، ومالك برضه بيمشي. وبعد كده بينتهي بينا المشهد للبيت اللي فيه يوسف. هتقولي بيت ايه؟ هما مش المفروض كانوا في دار ايتام؟ هقول لك اه يا صديقي، ما هما مجموعه دار الايتام اللي كانوا في دار الهرم دولت عملوا بيت كده صغير مع بعضيهم في مستعمره مصاصين الدماء وقاعدين فيه. فالمهم بيدخل العيال كلهم بيطلعوا يتجمعوا على يوسف وبيقولوا احنا النهارده هناكل بطاطس بالفراخ معمول في الفرن. يقول لهم ايه؟ بطاطس بالفراخ؟ انتوا جبتوا منين المكونات دي؟ يروح يسال البنت اللي بتطبخ هو انت جبتي منين المكونات دي؟ تقول له مالك جابها. وفعلا يقعدوا ياكلوا ولكن يوسف ما بيرضاش ياكل وبيطلعوا فوق عشان يناموا. يجي بقى مالك اول ما يطلع فوق يشوفهم يلاقي يوسف لسه صاحي. يقول له انت لسه متضايق مني؟ راح مالك قايل له المره الجايه انا اللي هروح. انت دمك يا عم وحش، مين اللي هيرضى يشرب؟ ظريف انت كده. وينزلوا تحت فعلا ومالك يدي شويه من نصيبه ليوسف. يقول له لا يا عم كل انت. مالك يصر عليه وفعلا ياكله. وتحدث الصدمه بقى يا صديقي. مالك ما طلعش غبي زي ما احنا كنا مفكرين ان هو بيبيع دمه اطلاقا يا صديقي. ده طلع بيروح القصر عشان يسرق خريطه عشان يعرفوا يخرجوا بقى من هنا. ولكن في سؤال منطقي المفروض يخطر في بالك، مش الفيروس اللي بره بيقتل اي حد فوق ال 13 سنه؟ ولكن حقيقه يا صديقي، ولكن هم حاليا عندهم 12 سنه فالفيروس مش هيأثر عليهم. حلو قوي. هناخد الخريطه دي وهنمشي. انت تشتغل فيهم الحماس يا صديقي ويطلعوا يصحوا العيال وفعلا ياخدوهم ويمشوا. بس انا في حاجه نسيت اقولها لك يا صديقي. مالك وهو بيتقلب في قصر فريد لقى بندقيه فعلا خدها واداها ليوسف. مالك دوت عيل ابن لذينه. فالمهم فعلا يفضلوا ماشيين لغايه ما يوصلوا عند البوابه.
يلاقوا مين مستنيهم؟ فريد يا صديقي. يلاقوه مستنيهم واقف لهم عند البوابه، ويروح داخل واخد واحده منهم ويروح مصص دمها لغايه ما يقتلها. الملك ويوسف واقفين مصدومين. فريد بقى بكل دم بارد حلوه قوي نظرات اليأس اللي فيكم دي، عجباني قوي، بحبها قوي وضحكه سمجه زيه. طبعا العيال مرعوبه. يروح مالك ويوسف قايل لهم اجروا اجروا. فريد ردت عليهم ويقول لهم بس انا هديكم امل عشان بحب الناس اللي بتحاول. البوابه اللي ورايا ديت حقيقيه فعلا، انتوا لو خرجتوا منها هتوصلوا لعالم البشر. حلو قوي الشعور اللي ما بين اليأس والامل ده عجباني مناظركم. ويفضل يا صديقي يقدم فيهم، ويروح يوسف مطلع البندقيه ويضرب عليه، بس طبعا ما تصيبش ولا طلقه فريد، ويتخطاهم كلهم. يقول واو عاش عليك يا مالك، مش دمك بس حلو، ده انت كمان طلعت ذكي، ما خدتش الخريطه بس من اصلي، ده انت كمان خدت بندقيتي عجبتني يا مالك. وكل اخوات يوسف ومالك يموتوا، ويروح مالك زائق يوسف وياخد منه البندقيه، يقول له يوسف اطلع انت اجري، ويروح طالع يجري على فريد ويروح يضربه بالبندقيه. لسه هيضربه بالبندقيه يروح فريد طعنه ويروح قاطع دراعه ورميها، ويروح يوسف واخد البندقيه وطالع مدي طلقه لنص دماغ فريد. يوسف يمسك مالك ويقول له يلا هنمشي من هنا احنا الاثنين، ولكن يا صديقي مالك يروح زائق يوسف ويقول له خلاص فات الاوان، اطلع انت اجري بسرعه انا خلاص هموت. امشي انت يا يوسف امشي انت. يقول له مستحيل اسيب عيلتي. صدق يا يوسف انت اول مره تقول انك عندك عيله. امشي يا اهبل. فعلا يا اصدقائي يوسف ياخد ديله في اسنانه ويطلع يجري وهو بيعيط، ويجوا جنود مصاصين الدماء. وبينتهي بينا المشهد بعد ما يوسف فضل يجري ويجري لغايه ما يخرج من البوابه ويتصدم. المكان اللي تحت الارض اللي انا قلت لكم عليه مستعمره مصاصين الدماء هو تحت الاهرامات الثلاثه في الجيزه هنا. ولكن الغريب ان جو مصر الحر جاف صيفا هو متجمد حاليا. حرفيا الدنيا ابيض فابيض، الجو ابيض فابيض يا صديقي، الدنيا كلها تلج في تلج. يوسف يمشي خطوتين ويقابل مين بقى يا صديقي؟ يقابل القائد عمر يا صديقي، واحد من اجمل الناس اللي انت ممكن تقابلهم في الانمي، شخصيه بحبها جدا. ويوسف اول ما يشوف عمر يتصدم كده، ما هم يا صديقي كانوا مفكرين ان مفيش بشر كبار عايشين. ويروح طالع يجري على عمر ويروح حاضنه. شويه يا عمر ويوسف يقعدوا يتكلموا شويه. يوسف يقول له هو ازاي في بشر؟ هم قالوا لنا ان كل البشر ماتوا. يقول له الجنس البشري مش ضعيف قوي كده عشان يموتوا. اي نعم 95% من الجنس البشري ماتوا، وفي شويه وحوش على شويه مصاصين دماء ظهروا، ولكن الكلام ده ما اثرش معانا. احنا الجنس البشري اقوياء، عمرنا ما نموت بالبساطه دي. مش عارف مالك يا عمر كان جايب منين الثقه دي يا صديقي. بعد الفيروس ما ظهر ودمر العالم وظهرت وحوش قويه ومصاصين الدماء، تم تكوين الجيش الشيطاني المصري، ودوت وحده عسكريه تم تكوينها بعد الانهيار عشان تقتل مصاصين الدماء وترجع تاني السلطه في ايد البشر يا صديقي. يوسف مظلوم ومبلم قصاد عمر. عمر يقول له تحب تنضم لينا يا يوسف؟ يقول له طالما هنتقم من مصاصين الدماء ما عنديش مانع. هنا يا صديقي تكون انتهت الحلقه الاولى من قصه صراف النهايه النسخه المصريه. تستنى الحلقه الثانيه وما تنساش تعمل سبسكرايب ولايك وتكتب لنا الكومنتات الجميله بتاعتكم عشان ده بيدعم.